هاي وام ازاي؟ هاي يا مهدي. انا مهدي ده ويسبر سنابس، جاهزه لاسئلتنا؟ يلا بينا. صحيح انت بداتي كمساعده مخرج؟ حصل قعدت 3 سنين مساعد مخرج، وبعد كده اسيستنت بروديوسر، وبعد كده جالي ابو العروسه واحد. بس انا كنت اوريدي باخد كورسات تمثيل، فسبت بقى الحاجات كلها ومثلت. اشتغلتي مع مين كمساعده مخرج؟ خالد الحجر. عايز اعرف منك ايه هي مواصفات مساعد المخرج الشاطر؟ اصل انا كنت بتعب قوي في الشغلانه دي، بس بيتهيألي ان هو يكون بيلاحظ قوي، يعني شخص بيلاحظ سريع جدا، بيعرف ينقذ موقف وبيبقى بيركز. لازم يبقى مركز 24 ساعه. حاجه وقعت منه لازم ركودات. الناس دلوقتي مش عبيطه خالص، الناس بتاخد بالها شعرها كان عامل كده ولا كده، مين المجاميع اللي ورا ما بقوش موجودين. لازم يبقى بيلاحظ قوي وات ايفر، هو اكسسوار، ملابس، وات ايفر. قولي لي لو ترجعي تاني عالم الاخراج، عايزه تخرجي لمين من النجوم؟ تحبي تخرجي له فيلم؟ يا لهوي اقول لك، ممكن كريم عبد العزيز. هبقى حابه طبعا، هبقى حابه اعمل فيلم لامير عيد. انا عارفه كده ان هو بيعمل فيلم في حاجات كده معينه، بحس ان امير عيد هيبقى ان قوي فيها. وممثلات منى زكي ومنى شلبي. وام قولي لي، هو الوش الحلو ممكن يكون باب لدخول لعالم التمثيل؟ ممكن. حصلت معاكي؟ لا. دخلتي ازاي؟ مع انك وش حلو جدا، دخلتي طب التمثيل ازاي؟ لا، كنت عشان كنت مساعد مخرج واوريدي موجوده، واوريدي كل الناس كانت عارفه ان انا باخد كورس تمثيل. فاللي حصل بس كانت صدفه ان انا في مسلسل شمس كان في صاحبه ملك اورا ليها 8 مشاهد، والبنت دي لظروف ما جاتش اليوم ده. واستاذ خالد كان عارف ان انا بقالي 3 سنين ولا سنتين باخد كورس اخراج، فعارف لو هو بيحل موقف خلوه قام تعمل الدور ده، لان سننا وملك نفس السن، فاللي هو خليها تعمل صاحبه. ومن هنا بقى انا اللي قفشت فيها. بقيتي ممثله وحبيتي الموضوع جدا. قولي لي ايه معاييرك لاختيار الدور الجيد؟ يبقى مثلا من جلده للجلده، عايزاه يبقى بطله؟ لا، مش شرط الجلده بس يبقى ليه لازمه. وفي الكوميدي ان هي تكون لطيفه، يعني حتى لو دور صغير بس تكون انت حاسس باللذاذه. امتى تقولي انا جاهزه للبطوله المطلقه؟ انا دلوقتي جاهزه اشيل فيلم او مسلسل باسمي؟ سينما لا، مش دلوقتي، مش جاهزه دلوقتي سينما، لان انا مش في حته محدش هينزل عشان يخش فيلم بطوله وئام دلوقتي. لكن امتى؟ لما من كتر الحاجات المسلسلات او الافلام الناس تبقى حباني قوي، فيجي لي ورق الاول اعمل مثلا حاجه 10 حلقات، فالناس خلاص تقتنع ان هي تكون وئام مثلت حلوه قوي، او وئام دمها خفيف، او وئام بتمثل تراجيدي حلو، فاقدر اخدهم من هنا ان انا ابقى البطله في وات ايفر لكن سينما يبقى صعب. لكن مسلسلات يعني ما اعرفش، يعني بيتهيألي ممكن تيجي لوحدها، بس على حسب لو حاجه تحسها شبه وئام. اللدغه بيقولوا ممكن ما تنفعش مع الادوار التراجيدي، ده حقيقي ولا لا من وجهه نظرك؟ نفعت معايا. ونفعت في الصعيدي. يعني انا عملت في عمله ناديه صعيدي، لا كانت عادي، وعملت كتير قوي. انا ما شاء الله قبل حاجات كبرى وكده كنت بعمل كئيب كتير جدا، لا كانت نافعه. انا بحبها، يعني انا بحبها، بحس ان هي مميزاني شويه. ما بتفكريش في العالميه؟ ما فيش حد ما بيفكرش، بس هل انا باكسبيرينس ان انا ابقى في الحته دي؟ لا، بس اتمنى. وبقالي فتره بحاول اشتغل، مش فكره عالميه بس احاول اطور من نفسي حتى الانجليش. يعني الانجليش بتاعي مش حلوه قوي، اطور من نفسي لده. ان انا جاتي من فتره كانوا بيعملوا مسلسل، كانوا محتاجين ناس عرب بس بيتكلموا انجليش حلوه قوي، فجالي كاستنج هنا. انا ما رحتش اصلا الكاستنج لان اي نو ان انا مش هعرف اقول دايلوج كامل بالانجليزي. طب كنت تجربي؟ ما هي دي بقى الفكره، ان انا كنتش واثقه من نفسي كممثله، كنتش واثقه من الانجليش، ما كنتش واثقه من حاجه، فما رحتش. فكل ما افتكر ده اندم، اللي هو انت ازاي ما حاولتيش على الاقل، او ازاي ما حاولتيش قبل الاوديشن تحاولي تقولي دايلوج. بس وانا بقول دايلوج بقيت مركزه ان انا انطق، مش في التمثيل، او العكس اركز في التمثيل فالانجليش يبوظ. فعايزه اكون شاطره كفايه ان انا لا ابقى خلاص بتكلم انجليش سهله قوي، فعارفه اركز في التمثيل. هقول لك شويه مصطلحات بيقولوها دايما الوجوه الصاعده او الناس اللي بقى لهم فتره شبابيه بيمثلوا، يعني السينما النظيفه. اما بيتقال كده المصطلح ده، انتوا بتفكروا في ايه كوجوه شابه طالعه لسه هتعملي بطوله؟ السينما النظيفه دي اللي هي ما بيبقاش فيها حاجات اوفر، صح؟ ماشي، مثلا لاف سينز فيها قبولات او فيها مشاهد بيقولوا ان هي جريئه، رايك فيها ايه؟ خلي بالك، انا من الناس اللي انا عمري ما هعرف اعمل مثلا مشاهد بوسه او كده، مش انا. بس انا ما عنديش مشاكل فيها ان هي، يعني انا اتفرج على فيلم انا مش بتأزم من ده، حتى لو فيلم مصري. بس انا يمكن هيبقى عندي مشكله كوئام ان انا مش هبقى حابه. لكن ما اظن ان هي دلوقتي يعني قليل قوي ما بتلاقي اصلا حاجه. ما بسمعش الكلمه دي، يعني عمري ما قعدت مع حد قال لي عشان السينما النظيفه يعني. هي اوريدي ما بقتش موجوده الحاجات التانية يعني. تفتكري ليه مش موجوده دلوقتي زي زمان؟ ما اعرفش، بس انا بقول لك انا مش معترض عليها، لان انا بحس ان في سينز المشهد محتاج ده، او
وهي قصه حب فهو ده بيحصل في الحقيقه، ما اعرفش يعني. بحس ان انا ما عنديش مشكله، بس الناس كلها بتنتقدني لو انت ازاي مش عايزه، بس ما عنديش مشكله. لا عادي، ما عنديش مشكله ان انا ابقى في فيلم مثلا انا دور تاني والبطله عامله لاف سين بتبوس فيه، انا ما عنديش مشكله. لكن انا عندي مشكله ان انا ما اعملش. انت عملتي دور في حرام الجسد صح كده؟ ده كان بيصنف فيلم مهرجانات. برضو عايز اخد رايك او اعرف رايك في حاجه اسمها افلام مهرجانات اصلا؟ في افلام مهرجانات، حاجات مش بتبقى كوميرشال يعني. هيبقى يعني مثلا هتلاقي كل افلام المهرجانات ما نجحتش في السينما، هتلاقيها اتشالت بعدها باسبوعين ب10 ايام عشان ما بتجيبش فلوس. لان انت السينما دي حاجه من زمان انت نازل عشان تهفن او نازل عشان تشوف حاجه او لذاذه، فمش هتاخد عيلتك عشان تشوف حرام الجسد ان هو واحد بيخون عمه مع مراته. مش هتعمل كده. في افلام كتيره بتبقى ديب قوي، انت مش هتاخد فاميلي، مش انا وصاحبتي يلا خارجين رايحين فيلم مهرجانات، غير يعني انا كوئام واحده بتحب السينما معايا، خد ممثله صاحبتي منتجه مخرجه، هننزل نعمل كده، لكن مش طبيعي. فلا، في كلمه افلام مهرجانات. طب قولي لي ايه الفيلم اللي عمل توازن ما بين مصطلح افلام مهرجانات وافلام جماهيريه ونجح جدا مع انه كان فيلم تقيل؟ انا بالنسبه لي ما هو كان مهرجانات ولا عمارة يعقوبيان. هو دخل مهرجانات يبقى عمارة يعقوبيان. اوكي طبعا يعني تتفرج عليه. دخلت سينما وكنت صغيره، انا اصلا في مشاهد انا مش فاهماها، انتوا بتعملوا ايه؟ مش فاهمه حاجه، مين دول؟ بس انا مبهوره والتلفزيون لغايه دلوقتي لما بيجي بتفرج عليه. قولي لي انت كممثله ممكن تشوفي مسلسل وتقولي ده كان لازم يتعمل فيلم سينما مش مسلسل، لان السينما اللي بتعيش؟ ريفو انا بحبه قوي كمسلسل، بس برضه كان فيلم، كان عشان هو دخلك كده في عالم وفي العجمي فكده ريفو هيعيش، لان بالذات الاول يعني انا كنت بحب الجزء الاول عن الثاني، بس مسلسل ريفو كان يبقى حلو قوي لو فيلم. تحبي اكتر رصيدك بعد 10 سنين من دلوقتي يبقى اكتر في السينما ولا التلفزيون؟ لا الاثنين. خلي بالك ان انا كل حاجه بعملها في التلفزيون، بس السينما بتعيش اكتر، فهبقى حابه الاثنين يعني. انا ما اعرف، الاثنين بالنسبه لي واحد، وما عنديش مشكله لو فضلت امثل حاجه واحده بس، عارف يعني ما عملتش بس كده لازم في يوم اعمل فيلم، يعني فيلم اللي هو انا كده يعني بعمل، بس قصدي فيلم اللي هو يبقى دوري فيه باين لازم. بس انا ما بقاش عندي مشاكل يعني، اهم حاجه ان الحاجه اكون انا حباها. قولي لي انت بتحبي الفن قد ايه؟ جدا 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 جدا، وبحب عامه حتى ورا الكاميرا انا بحب الموضوع، وعشان كده بحب الافلام القديمه عشان انا بحب كل حاجه. انا خدت كورس مع دكتور علي بدرخان، مش عشان انا كنت بحب الاخراج، عشان هو كان جوز سعاد حسني، انا عايزه افهم ايه اللي بيحصل. كنت عايزه تساليه عن سعاد حسني؟ سالته على كل الناس اللي هو عاشرهم ومين دول وكانوا بيعملوا ايه والكواليس. كان صاحبي جدا 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 جدا، جميل راتب الله يرحمه. كنت بقعد اسمع حاجات، ونص النصايح اصلا اللي هو اداها لي كان هو جميل راتب. يعني جميل راتب مثلا هو اللي قال لي ما تقعديش مثلا لو جالي بروجكت ما تقعديش تقولي للناس كلها، خلي صاحبك يعرف من الجورنال عادي، مش مهم. المهم تركزي ان انت تنجحي، مش مهم، مش لازم بقى يا جماعه انا رحت مضيت كذا، يا جماعه انا مش مهم. مش مهم في اللوكيشن ان انت تبقي محبوبه، بس المهم ان يقول ان هي شاطره. مش مهم يقول عليكي سخيفه، بس يقول عليكي شاطره. مش مهم ان انت مش في المود، بس تخشي المشهد الناس كلها تتبسط منك. انا دايما بحب الناس القدام عشان كان الفن مختلف عن دلوقتي. طب قولي لي مانشيت عايزاه يتكتب عنك كممثله بعد 5 سنين، مانشيت هيلف العالم كله. وإم مجدي تفاجئ جمهورها بأداء عالمي. يس حاجه كده يعني، حاجه عشان كده بقول لك انا نفسي مثلا بس في مره يجي فيلم اللي هو يبقى اللي هو ايه ده، هي دي وام تبقى كاركترز كده، زي ما جه كاركتر بتاع خالد الصاوي في عمارة يعقوبيان. مش لازم الكاركتر ده، بس قصدي في كده حاجه مختلفه، حاجه فجاه اللي هو ايه ده، في ايه، بتخلي الواحد يعرفك بطريقه ثانيه. انا بشكرك جدا، وان شاء الله يكتب عنك احلى مانشيت. يا رب يا رب، وهتبقي نجم السينما قريب. افتكر الانترفيو ده ان شاء الله. ثانك يو. باي باي.